بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. قبل ما نبدأ في كلامنا اعمل لايك للفيديو واعمل متابعة للصفحة عشان تشوف معانا كل جديد في أسعار العملات المصرية القديمة. كلام دلوقتي عن نص جنيه رمسيس، 50 قرش رمسيس، إصدار البنك المركزي، إصدار السبعينات اللي هي دي. القاهرة في 10 يناير سنة 78. بنك المركزي 50 قرش اهي، شهيرة ب50 قرش رمسيس، وادي الظهر بتاعها اهو. نص جنيه رمسيس. طبعا الحالة زيرو اهي، حالة زيرو، حالة الورقة زيرو. وكل ما كانت حالة الورقة زيرو سعرها بيعلى. أي ورقة حالتها زيرو سعرها يعلى. الورق المتقطع اللي متشخبط سعره بينزل الأرض أيا كانت قيمة الورقة. طالما الورقة متقطعة أو فيها شخابيط ما يبقاش لها قيمة. طول ما الورقة زيرو معاك كده زي ما انت شايف بالمنظر ده سعرها يعلى معاك. نيجي على النص جنيه وسعره. الحالة الزيرو اللي قدامك دي ده بيعمل 80 جنيه. النص جنيه ده سعره 80 جنيه. ليه 80 جنيه؟ عشان حالته زيرو فبيعمل 80 جنيه. الحالة اللي أقل بتعمل 40 جنيه. متقطع عليه شخابيط متني ما يعملش سعر. أنا بقول لك على الحقيقة دغري، متقطع فيه شخابيط ما يعملش سعر. طول ما الورقة زيرو قدامك كده بتعمل سعر. دي سعرها 80 جنيه. تقطعها انسى ان هي تجيب اي سعر. اهم شيء في العملات ان الحالة تكون زيرو زي ما انت شايف كده. اماكن البيع والشراء هي جروبات الفيسبوك او الاسواق الموجودة في المحافظات. وهقول لك على الاسواق. اول سوق اللي هو سوق ديانة، وده بيبقى كل يوم سبت من 9 الصبح لغاية المغرب. كل يوم سبت سوق ديانة في وسط البلد، في القاهرة في وسط البلد. ده بيبقى كل يوم سبت وده موجود فيه. وده يعتبر أكبر سوق للعملات القديمة في جمهورية مصر. في اسكندرية شارع خالد بن الوليد، في المنصورة سوق الشيخ حسنين، في العتبة، في خان الخليلي. بس عامة هو أكبر سوق اللي هو سوق ديانة، وأشهر سوق اللي هو سوق ديانة. ده بالنسبة للأسواق. المواقع زي الجروبات اللي هي الفيسبوك، جروبات الفيسبوك، او المواقع زي ايباي وامازون والكلام ده كله. يبقى احنا عرفنا بقى ايه اماكن البيع والشراء. جروبات الفيسبوك ده رقم واحد. الاسواق الموجودة في المحافظات او المواقع. متنساناش في اللايك والمتابعة للصفحة. والسلام عليكم ورحمة الله.